ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده هاخدكم يوم كده كامل متكامل في اسكندرية. زي ما وريتكم كده ان احنا كنا في القلعة، وهنا احنا راجعين من القلعة بعد ما اتغدينا واكلنا في مطعم زفير. ركبنا بقى الاتوبيس اللي هو بدورين. عايزة اقول لكم متعة 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 تانية خالص. بجد حلو جدا جدا ان انتوا تركبوا الاتوبيس ابو دورين ده. انا اعرف اسكندرانية من البلد نفسها لحد دلوقتي بيقولوا لي احنا ما ركبناش الاتوبيس ده. بس بجد هيفوتكوا متعة حلوة جدا جدا. بتشوفوا البحر كله بالكامل زي ما انتوا شايفين كده. منظر البحر خطير. اليوم ده كان بجد جميل جدا جدا. المية كانت صافية وجميلة. منظر الخضرة والزرع اللي عملوه جديد في شارع الكورنيش كله من أوله لآخره. النخل اللي هم برضو عملوه. اسكندرية اتغيرت تماما وبقت فعلا للأحلى والأجمل والأجمل. النهاردة احنا قضينا أجمل أيام حياتي في اسكندرية. هو يوم بس كان يوم جميل جاي على شقة. بعد فترة طويلة من الغياب رحت اسكندرية. بجد كنت أتمنى إن أنا أقعد مش يوم واحد، كنت بتمنى إن أنا أقعد أيام كتير قوي هناك، لأن بجد طاقة إيجابية جميلة جدا جدا. اسكندرية كلها طاقة إيجابية. ربنا يحفظها هي وأهلها، يا رب يبعد عنهم كل سوء، ويبعد عنهم كل مكروه، ويبعد عنهم أي حاجة وحشة. شايفين الجمال؟ أنا حبيت أصور لكم كده الطريق وإحنا ماشيين. ده الأتوبيس اللي أنا راكباه اللي هو الأتوبيس الأحمر أبو دورين. أنا في الدور التاني فوق عشان أتفرج على البحر. هنا كنا رايحين بندور على شاطئ يكون نظيف وحلو أكتر من الشاطئ المميز اللي احنا دخلناه، لأن المميز ده كان طلع وحش جدا. بالنسبة لنا احنا عايزين الهدوء زيادة عن اللزوم، فكان المميز ده كان فيه ناس كتير وما كانش نضيف يعني. هنا رحنا استأذنا إدارة فندق سان ستيفانو. قالوا لنا ممكن تقعدوا في البول، تقعدوا على البول يعني. البول زي ما انتوا شايفين كده جميل، هو صغير بس جميل جدا، مخصص للكبار وكمان للأطفال. طبعا احنا استأذناهم ان احنا ما نقعدش على البول بس، لا احنا عايزين نقعد على البلاج نفسه. قالوا لنا بس ما فيش نزول البحر. ليه؟ لان احنا ما حجزناش الديوز في هناك في الفندق. دي الغرف زي ما انتوا شايفين كده. هقول لكم كل التفاصيل ان ازاي تقعدوا هناك يوم كامل بكام، وكمان ممكن تحجزوا ايام الفرد بكام هناك. شايفين بقى الهدوء؟ هو ده الهدوء اللي احنا كنا عاوزينه، هو ده الاستمتاع اللي احنا كنا طالبينه. ان الرملة تبقى نظيفة، ان المكان يبقى هادي وراقي. زي ما انتوا شايفين كده فاضي جدا، ما كانش فيه اي حد خالص الا عيلة او عيلتين بالكتير قوي. انا عايزة اقول لكم ان احنا استمتعنا في اليوم ده. آه، استمتاع بجد تحفة تحفة. انا انبسطت جدا و... وارتحت نفسيا في اليوم ده. بصوا بقى، يعني لدرجة ان انا بقيت اصور نفسي، كنت فرحانة ومبسوطة لدرجة ان انا عايزة اوثق اللحظات الجميلة اللي انا عشتها، وقد ايه انا كنت مرتاحة ومبسوطة وحتى كانت يعني هتلاحظوها كده على وشي كمان، يعني الانبساط او الارتياح نفسيا.
طبعا أم كلثوم كانت شغالة بقى ورايا ووردة وعبد الحليم وفريد الأطرش، الأغاني القديمة بتاعت زمان الجميلة، بتاعت الزمن الجميل. فكانت طبعا الواحد كان مبسوط جدا. هنا يا جماعة بقى ساعة الغروب، حبيت أوريكم نقاء المية، قد إيه كانت صافية، قد إيه كان اللي يشوفها يقول والله يعني مش عارفة أقول لكم إيه، مية معدنية بجد. كانت جميلة جميلة جميلة، والرملة ناعمة ونظيفة، المكان جميل. لدرجة إن أنا وقفت هنا، بصوا أنا واقفة، يعني هم محرجين علينا إن إحنا ممنوع النزول مادام إحنا ما خدناش غرفة وما عملناش ديوز. ف إحنا قاعدين بس بالمشروبات، قاعدين في المكان على الرملة بالمشروبات، فطبعا ممنوع النزول. فأنا هنا كنت يعني هتجنن، عايزة أنزل، مش عايزة أعترف إن أنا كبرت وعجزت والله ومش قادرة أمشي. بس المية مغرية جدا يا جماعة، يعني منظر المية انتوا لو شفتوها، لا مغرية جدا. انتوا ممكن تروحوا بأقل تكلفة تغيروا عن يعني نفسيتكم. وأكيد كل الناس عندها ضغوطات، نفسها في يوم زي ده زي ما أنا كان نفسي في يوم بجد أفوق وأستعيد يعني نفسي، وأقعد أستعيد الذكريات الجميلة اللي كانت مع زوجي الحبيب الحاج محمد. هنا طبعا كنت واخدة معايا كل المسليات، حاجات للتسلية كده، لب بقى وترمس وحمص. وبعد كده طلبنا كمان كابتشينو، دي من ضمن الحاجات اللي احنا طلبناها. ممكن تطلبوا حاجة حاجتين طول ما انتوا قاعدين عايزين تطلبوا. الإدارة ناس محترمة جدا، وتفهموا ان احنا عايزين مكان نضيف نقعد فيه، فوافقوا ان احنا نقعد بس بالمشروبات، مش اكتر ولا اقل. ان شاء الله يكون مشروب واحد، مش هيقولوا لكم حاجة يعني. الإدارة ناس محترمة جدا، وكل العاملين هناك محترمين. أنا أختي بنتي هنا غفلتني وشرقت، لما ضحكت كده شرقت، فقطعت المنظر على طول. عايزة أقول لكم هنا يعني بجد بجد كنا مبسوطين جدا وفرحانين باليوم ده، وبتمنى إن هو يتعاد تاني اليوم ده. يعني نفسي أروح تاني قريب اسكندرية برضو. مش حابة إن أنا أروح أي مكان تاني غير اسكندرية، مش عارفة ليه. يمكن عشان انبسطت في اليوم ده قوي، فكنت عايزة أروح تاني. الفيديو ده يا جماعة متصور من أكتر من أسبوعين أو 3 أو أكتر كمان، مش فاكرة. بس المهم أنا كنت صوتي كان تعبان شوية، فكنت مستنية إن أنا صوتي يتحسن شوية وأنزل لكم الفيديو ده. هنا بنتي وجوزها واقفين برضو بيبلوا رجليهم ورخرين نفسهم ينزلوا المية، لأن جمال المية يا جماعة ما يتوصفش. ربنا يديمها نعمة على اسكندرية، وبجد بجد يبعد عن اسكندرية وكل الأماكن السياحية بتاعتنا، يبعد عنهم كل مكروه، ويبعد عنهم كل وحش، ويبعد عنهم العين يا جماعة حاكم مصر عليها العين والله. ربنا يحميها ويحفظ مصر يا رب كده من كل سوء. مصر جميلة يا جماعة، اسكندرية، شرم، الغردقة، الساحل الشمالي. مش عايزة أنسى حاجة، بس طبعا مش عايزة أذكر كتير، لأن الأماكن كتير قوي، مش عارفة أذكر إيه ولا إيه بجد من جمال مصر. الغروب جميل قوي قوي قوي.
الله على جمال المية، الله الله على مصر وجمالها. شايفين؟ خلاص كده الليل بيدخل علينا ومفيش حد في المية خالص، حتى لو كان في حبة كده يتعدوا على الإيدين طلعوا. ممنوع إن تقعدوا في المية من بعد الساعة 7، 6 أو 7 تقريبا. هنا المية كانت هادية وجميلة ورايقة ومغرية جدا جدا. هنا الدنيا بقى ليلت. ده منظر الفيديو، منظر الفندق، فندق سان ستيفانو يا جماعة. بالليل جميل جدا جدا جدا. البول والبحر جنب بعض على طول. طبعا جينا قعدنا هنا شوية برضو، شربنا حاجة وعايزة اقول لكم بصوا الغرف جميلة جدا جدا جدا. قبل ما اقفل الفيديو يا جماعة عايزة اقول لكم ان الديوز هناك ب1500. تاخدوا غرفة تقعدوا فيها اليوم كله، بس مفيش مبيت، مفيش اكل ولا اي حاجة. انتوا يا دوبك تنزلوا البحر وتدخلوا الغرفة بتاعتكم، والبيج والبسين بتستخدموه كل حاجة، بس مفيش مبيت، مفيش اكل وشرب. ده ب1500. اليوم هناك ب8000 جنيه. شايفين؟ احنا هنا مروحين، وبجد والله مش عايزة اروح. الريسبشن من فوق وهنا سألناهم وقالوا لنا الأسعار. النفر في اليوم ب8000 جنيه، بس نظافة وجمال مفيش بعده جمال. هنا الساحة اللي بره الفندق، فندق سان ستيفانو. انا حبيت بس اذكر قد ايه الناس كانت متفهمة ان احنا كنا عايزين نقعد على البلاج، فسمحوا لنا ان احنا ندخل، وناس محترمة جدا جدا واستقبلونا وودعونا باحترام جدا. بجد انا مش عايزة اروح. يعني احنا واقفين مستنيين اوبر، بس حقيقي بجد اليوم انتهى بسرعة، بس ما كناش عايزين نمشي. هنا البوابة الداخلية من فندق سان ستيفانو، وهنا البوابة الخارجية. طبعا هنركب دلوقتي أوبر وهنتجه للموقف اللي هنركب منه السوبر جيت، وهنرجع القاهرة تاني. بجد بجد مش عايزة أمشي. أتمنى إذا عجبكم الفيديو أو ما عجبكوش تعملوا لي لايك. ما تنسوش يا جماعة تشتركوا بالقناة وتكتبوا لي في الكومنتات